ليلة كروية كانت مفروضا أن تكون احتفالا، لكنها تحولت في لحظات إلى ساحة فوضى ورعب. صرخات، هروب، واشتباكات عنيفة. هذا ليس مشهدا من فيلم، بل ما وقع فعلا اليوم في المغرب، حيث شهدت العاصمة المغربية الرباط مساء الخميس أحداث شغب خطيرة على هامش مباراة كرة القدم، والتي جمعت بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي في واحدة من أكثر المباريات توترا هذا الموسم. ووفق مصادر إعلامية، تحولت مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله إلى ساحة مواجهة عنيفة بين جماهير الفريقين، حيث تبادل المشجعون الاعتداء باستعمال العصي وقنينات، إضافة إلى اقتلاع أجزاء من مرافق الملعب واستعمالها في الاشتباكات. وامتدت أعمال العنف إلى خارج الملعب، حيث شهدت الأحياء المجاورة حالة من الفوضى، ما استدعى تدخلا أمنيا كثيفا لإعادة السيطرة على الوضع وتفريق المتجمهرين. وفي تطور سريع، أعلنت النيابة العامة عن توقيف 136 شخصا ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في تورطهم في هذه الأحداث التي خلفت حالة من الهلع وسط الحاضرين. هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة ظاهرة الشغب الرياضي، والتي أصبحت تقلق السلطات والجماهير على حد سواء، خاصة في المباريات الكبرى والتي تعرف حضورا جماهيريا كثيفا وتنافسا حادا. ورغم الجهود الأمنية والتنظيمية، لا تزال مثل هذه السلوكيات تطرح تساؤلات حول دور التوعية الرياضية ومسؤولية الجماهير في الحفاظ على الروح الرياضية بعيدا عن العنف والتخريب. هنا يطرح السؤال: إلى متى ستظل بعض الجماهير تحول متعة كرة القدم إلى مشاهد من العنف والفوضى؟ ومن يتحمل المسؤولية الحقيقية في وضع حد لهذه الظاهرة؟